بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا سيدنا ألف مبروك وألف مبروك على المعادي. أنا هقول كلمة في دقائق بعنوان تعلمت من نيافة الأنبا دانيال. نمرة واحد، تعلمت من نيافة الأنبا دانيال المحبة الحقيقية بجد. أنا نيافة الأنبا دانيال اترسم أسقف في 26/5/91، مش كده يا سيدنا؟ وأنا اترسمت قسيس في 27/5/91 بعديه بيوم. وكنت أول قداس أصليه في البطرخانة كان يوم الثلاث 28/5 مع نيافة الأنبا دانيال في الأنبرويس الأثرية، وكان قداس أسقفية الخدمات. والقداس ده ليه ذكرى معايا يعني. ومن يومها أنا فعلا بشبع بمحبة نيافة الأنبا دانيال. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. من حوالي فترة قريبة كده لقيت نيافة الأنبا غبريال بيهزر مع أنبا دانيال بطريقة زيادة. بقول له إيه ده زي والدك. قال لي مش قوي يعني كده. فسيدنا أنبا دانيال قال إيه؟ مالكش دعوة أنت، سيبنا احنا نهزر مع بعض بالمحبة بتاعتنا، محبة حقيقية. نمرة 2، تعلمت من نيافة الأنبا دانيال الاتضاع الحقيقي. في مرة كان في جناز 40، هبقى أفكر نيافتك بيه، كان في البطرسية. فسيدنا استلم الذبيحة، وكان المفروض هو اللي يستلم الذبيحة. وبعديها بشوية صغيرة أحد الآباء الأسقفة جه أقدم منه بحاجة بسيطة، فساب له القداس. أنا ميلت عليه وقلت له إيه؟ ما أنا طبعا برضو واخد عليه. إيه ده؟ لا يا عم أنت استلمت الذبيحة؟ قال لي لا معلش. قلت له يا سيدنا. قال لي معلش بضحكة كده. إيه يعني؟ حسيت إنه هو ده الاتضاع. واحدة من القديسات بتقول الاتضاع هو الحقيقة، بمحبة وباتضاع حقيقي من قلبه. ويعني مواقف كثيرة بس أنا مش عايز عشان ما أطولش. نمرة 3، اتعلمت من نيافة الأنبا دانيال التركيز في الخدمة. خد خدمة المعادي ركز فيها، وكل قلبه وكل وقته وكل كيانه في المعادي. صحيح يروح يخدم في حتت كتير بس مركز، يعني زي ما بيقولوا في المثل ايه، مش عارف، كتير النط قليل الصيد، مش كده؟ انما سيدنا مركز. دي نمرة 3، يعني عينه على الهدف، على الجول، زي ما كنا بنتكلم كده في السيمينار. نمرة 4 بقى، وهي المهمة جدا. ايه يا سيدنا التعمير اللي حصل ده؟ ايه ده؟ ايه التحفة المعمارية اللي بره دي؟ بره اهو سيدنا افتكر ان في حاجة جديدة طلعت هنا. تحفة معمارية على ضفاف النيل. ايه ده؟ وبناها ازاي دي؟ يعني جه المعادي استلمها 6 كنايس، النهارده 16 كنيسة، وكل كنيسة وكنيسة حتى التجديدات اللي في الكنيسة دي. يعني اللي يبص في التجديدات اللي في الكنيسة، أنا كان ليا فترة ما جيتش هنا ما خدتش البركة، فلسه بقول لسيدنا أنبا يوسف إيه التجديدات دي؟ التجديدات دي مش معمولة كده حد يجي في ذهنه إنه يعمل حاجة، لا، دي تيم سو بروفيشنال بيشتغلوا بدقة وبإتقان وبجمال فائق للوصف، فانتاستيك بالإنجليزي زي ما بيقولوا. صحيح يعني زي ما سيدنا أنبا موسى بيقول إنه كاتدرائيات استلم المعادي 6 كنايس، النهارده 16، وكل كنيسة من ال6 بقت حاجة تاني. ونفس المنطقة اللي هنا، صحيح ربنا شاف تعب نيافتك السنين الطويلة، فروح التجديد والتعمير اللي قال عليها نحمية للناس اللي كانوا عايزين يعكسوه، أجبتهم قائلا إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. فطبعا معطلين النجاح كثيرون. دي نمرة كام دي؟ 4. ما نمرة 1 المحبة، نمرة 2 الاتضاع، نمرة 3 تركيز وعينه على الهدف، نمرة 4 التعمير. نمرة 5، اتعلمت من نيافة الأنبا دانيال القلب الثابت. مش عارف واخد كام سنة يا سيدنا؟
مرة يقولوا 90 ومرة مش عارف يقولوا ايه. لا، هو اللي ممشيه إله القدوس اللي فوق، وهو اللي حميه. قلبه ثابت زي ما بيقول الإنجيل. معلمنا داود النبي يقول ايه؟ سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض، يدبر أموره بالحق، قلبه ثابت، متكئ على الرب، قلبه ثابت. قلب الثابت اللي ما يخافش وما يتهزش أبدا. دي نمرة كام دي؟ 5. ما أنا مش عارف أنا كانوا 5 ولا كانوا 6. يعني هو يعني أنا شايف سيدنا متخيله كده إنه كوكب في إيد ربنا، زي ما بيقول معلمنا يوحنا الرائي: ورأيت وجهه تضيء كالشمس في قوتها، وفي يده اليمنى 7 كواكب، والسبع الكواكب هم ملائكة ال7 الكنائس. فأنا شايف سيدنا عبارة عن كوكب في إيد ربنا، ربنا كالشمس، وعلاقة الكوكب بالشمس كل ما الكوكب يقرب من الشمس كل ما تزداد سرعته وقوته وإنتاجه، وسيدنا بيزداد قرب لربنا يوم بيوم. ألف مبروك على المعادي. وإن شاء الله نتعلم من سيدنا يوم بيوم، وربنا يزيده محبة ونعمة وبركة كل الأيام لإلهنا المجد.